ويلكم تو سافانا حلال جايرو. هذا عزت فاتح مشروع فود تراك جديد. من اول ما اجيت على امريكا يا جماعه وانا عم ااني من موضوع اللحم الحلال، والسبب اني عايش بمكان المسلمين فيه كتير قلال. واليوم لاول مره فتحت عنا فود تراك حلال بالمنطقه اللي انا عايش فيها، فتعالوا نجرب. How you doing my friend? I'm good, alhamdulillah. How's your day going, guys? good والله. Can we come inside to record? Please come inside. اول ما فتت لجوا يا جماعه لاحظت انه شكل الاكل كتير مرتب، وغير هيك ريحه المكان كتير حلوه. Everything is halal here. Everything is halal and fresh, daily fresh. وهون يا جماعه بدا يصير عجقه، فقررت اني البس جلافز وساعده بالطلبات، لاني اصلا كنت شغال بمطعم، لازم كل شغله نعملها تكون فريش 100%. الفرايز، الفلافل، الخبز. هون مثل ما لكم شايفين سخنا الخبزه اول شيء، بعدين حاطين عليها شويه خضار. هلا يا جماعه بنحط الفلافل، بنحط شويه فلافل بالخبزه يا شباب، وبعدها بننزل عليهم بالصوصات تبعنا. وهي اللام جايرو اشهر سندويشه عنده، وطبعا ما بننسى كل شيء عنده حلال 100%. مثل ما لكم شايفين يا جماعه هون كنا عم نعمل وجبات مشان نمشي الزباين. هذا كان شكل الوجبات يا جماعه، قيموه من 10. نعطي الوجبات للزبون وندخل على اللي بعده، السلطات. بعد ما نخلص السلطات يا جماعه بننزل على الجريل بلحمه، وبعد ما تسخن اللحمه وتكون فريش اصلا بنحطها فوق السلطه مع الوايت صوص والهوت صوص. عنا التشيكن سالاد واللام سالاد، لازم تجربوهم منهم. هي يا جماعه السلطه، وهلا بعد شوي نروح نجربها. ما ننسى طبعا نحط البهارات المميزه تبعنا. وهيك بكون خلصت شغل. خليني هلا اجرب الاكل تبع المكان. خلينا اول شيء نجرب هي السلطه اللي فيها لحمه لام حلال. بسم الله وبسم الله. الطعم كثير مرتب مع الصوصات اللي حاطينهم، واللحمه مستويه كثير منيح. الصراحه بقيمها 10 من 10. This is one of the customers. Let me ask him about the food. What do you think about the food? It's really good. The fries are seasoned well, and the lamb has a bunch of things in it, and it's just really good. طبعا يا شباب الصبي كان تحت التهديد. Good. Alright, rate it from 1 to 10. 10. لا يا جماعه هنجرب الفلافل. شايفين الصحن كثير مرتب، انا اللي عامله اصلا. فهي الفرايز فريش وسخنه ومولعه. بسم الله. اهم شغله بالفرايز انك تغطه بالرانش. هلا خلينا نجرب الفلافل من عنده. يلا بسم الله. الفلافل كمان كانت كتير مرتبه وسخنه وكل شيء فيها على الاول، وقيمتها 9.5 من 10. هتقولي ليش ما دخل؟ وهي يا جماعه الاصناف اللي عندهم كلها، لازم كلنا نجي يا جماعه لهون وندعم الزلمه فاتح المشروع الجديد. ولو عجبك محتواي اعمل لي فولو مشان تشوف يومياتي بامريكا.